عسلامة جماهير النادي الافريقي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على اخر اخبار الاحمر والابيض وين باش نعملوا حوصله كامله على الميركاتو وتحضيرات الموسم الجديد. لكن قبل هذا حبيت نشكركم على 25,000 ابوني وان شاء الله نكونوا قاعدين نقدموا في محتوى يليق بالشعب الاحمر والابيض. تشجيعكم لينا يخلينا نزيدوا نخدموا اكثر باش نوصلوا المعلومه لجماهيرنا العريقه. يلا نبداو باول الاخبار. وين في فيديو سابق حكينا على المدافع المالي اسماعيل سيمبارا اللي رسميا النادي الافريقي يعلن تعاقد معاه لجوان 2028. سيمبارا باش يلعب بالوان الاحمر والابيض لمده 2 مواسم. كما حكينا قبل المدافع هذا كان يلعب في الملعب المالي وقدم مستويات محترمه خاصه على المستوى القاري، ويلعب 7 مباريات في الشامبيونز ليج رغم انه مدافع سجل هدف. وبالنسبه للعباد اللي تحب تعرف اكثر على سيمبارا عملنا لكم فيديو في الشان وين حكينا فيه على مسيرته وابرز ارقامه في الموسم الماضي. وبالنسبه للعباد اللي قاعده تشكك في اللاعب هذايا نحب نذكركم انه سيمبارا كان موجود في التشكيله المثاليه مجموعه ربيع الابطال، وكما ديما نقول اللاعب ما نجموش نحكموا عليه الا ما يلعب، ومش بالضروره نجح مع اكس يعني باش ينجح مع يجريك. لكن بطبيعه الحال نتمنى التوفيق للاعبنا الجديد ويكون عند حسن الظن. ومن جهه اخرى الهيئه المديره للنادي الافريقي توصل دراسه ملف مدافع اخر، ومن بين الاسماء المطروحه المدافع السنغالي مامادو دياتا يبلغ من العمر 20 سنه وسبق له لعب مع نادي غرافا السنغالي. وحسب معطياتنا اداره النادي الافريقي تقوم بدراسه الملف قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص انتدابه، يعني لحد الان ما عندناش اتفاق رسمي والموضوع مازال في مرحله الدراسه. يجيو نعملوا حوصله كامله على الانتدابات الجديده للنادي الافريقي. النادي الافريقي عمل الموسم هذا ميركاتو فيه برشا تغييرات، واليوم عندنا 6 انتدابات رسميه. وين في الدفاع النادي تعاقد مع الدولي التونسي ياسين مرياح ومعها المدافع المالي اسماعيل سيمبارا، كيف في الظهير الايسر غسان الماحرسي. وبالنسبه لوسط الميدان عندنا معتز زدان، وزاد نحكيو على هيكل الشيخاوي. وبالنسبه لخط الهجوم النادي الافريقي تعاقد مع تاديوس، يعني تقريبا النادي الافريقي دعم الخطوط الكل ما بين خبره في الدفاع مع مرياح وتجربه افريقيه مع سيمبارا، إضافة لوسط الميدان مع الزدام وشيخاوي وحلول هجومية جديدة مع انكانغ. وبالنسبة للاعب الليبي فهد المسماري فسخ عقده من جانب واحد مع النادي الافريقي. المسماري كان طلب مستحقاته المالية ومن بينها منحة الترشح لدوري ابطال افريقيا واللي تقدر 100,000 دولار، لكن إدارة النادي الافريقي اقترحت على اللاعب تقسيط مستحقاته المالية، اما المسماري ما حبش وتمسك بالحصول عليها دفعة واحدة، الشيء هذا اللي خليه يفسخ عقده من جانب واحد. وحسب الصحف الليبية المسماري في طريقه للانضمام للاهلي بنغازي الليبي. نتعديو تو نحكيو على التحضيرات وين النادي الافريقي باش يلعب مباراة ودية اخرى، اما المرة هذيا الفريق باش يكون جزائري. نحكيو على اتحاد العاصمة والمباراة بتلعب نهار السبت 15 اوت في البارك مع 5:30. لكن المباراة هذه باش تكون من غير حضور الجمهور وحتى وسائل الاعلام. نذكروا انه اول مباراة في البطولة باش تكون يوم 23 اوت وين النادي الافريقي باش يتحول المتلوي والبارتي باش تلعب مع الأربعة نتاع العشية، وان شاء الله نروحوا ب3 بوان. لهنا وصلنا لاخر الفيديو، كالعادة ما تنساش تخلي فولو باش توصلك اخر الاخبار وشجعونا بلايك. السلام عليكم.